فيلمنا بيبدأ النهاردة في المستقبل اللي مش بعيد قوي، سنة 2044 بالظبط. تخيل معايا مدينة كئيبة شوارعها مليانة جريمة وفقر وبطالة وعالم مفيش فيه أي مكان للأمل. في البيئة الفاسدة دي ظهرت نوعية جديدة من الجريمة المنظمة. المافيا لقت طريقة عبقرية ومرعبة للتخلص من الضحايا بتاعتها من غير ما تسيب أي أثر وراها أو دليل. الموضوع كله بيبدأ من المستقبل الأبعد اللي هو سنة 2074. في الزمن دوت التكنولوجيا اتقدمت جدا واخترعوا السفر عبر الزمن، وطبعا الحكومة حظرته وبقى غير قانوني تماما. لكن كالعادة المافيا قفشت التكنولوجيا دي وبقت تستخدمها في السر عشان تنفذ الجرائم بتاعتها. الخطة ببساطة وبدون تعقيد: العصابة في سنة 2074 بتمسك الضحية، تربطها وتغطي وشها وتبعتها بالزمن لورا لسنة 2044 اللي هو الماضي بالنسبة لهم يعني. وفي حقل فاضي في عز الظهر بيكون واقف شخص مستني ومعاه سلاحه، وأول ما الضحية بتظهر من العدم بيصفيها بدم بارد والجثة بتدفن في الماضي وفي المستقبل كأنها اتمسحت من الوجود ومحدش بيعرف عنها حاجة. بطل قصتنا هو جو، وده واحد من أشطر القتلة في المهنة دي. جو شخص مخلص جدا لشغله ومش بيسأل أسئلة كتير ولا بيهمه هو بيقتل مين ولا ليه. كل اللي يعرفه إن الضحية ديت كده كده ميتة في المستقبل، وده كفاية عشان يقفل عقله وقلبه ويخلص الشغلانة وياخد فلوسه ويصرفها على حياته المتهالكة في مدينة ناسها عايشين كأنهم أموات. جو بقاله سنين عايش في الدايرة دي، فلوس ومخدرات وحياة سريعة ملهاش أي هدف أو طموح. لكن المهنة ديت ليها شرط مرعب، ان كل قاتل لازم يجي اليوم اللي يقفل فيه دايرته بنفسه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني في يوم من الايام العصابة بتبعت للقاتل دوت نسخته هو شخصيا اللي موجودة في المستقبل عشان يقتلها، وده عشان المافيا تضمن انها تمسح اي اثر او دليل يربطهم بالماضي. والمقابل بيكون مكافأة ضخمة جدا من الذهب والفضة، وبتكفيه يعيش بقية حياته حر وطليق بره العصابة. بس وهو عارف انه قدامه 30 سنة بالظبط وعمره هينتهي. جو عارف انه دوره جاي عاجلا ام اجلا، وزي اي قاتل محترف بيصحى كل يوم الصبح وبيسأل نفسه نفس السؤال وهو رايح الحقل: يا ترى النهارده هشوف نفس القديم مربوط قدامي؟ وفي يوم من الايام جو واقف في الحقل زي كل يوم وماسك مسدسه ومستني القفزة الزمنية، وفجأة البوابة بتتفتح والشخص بيظهر مربوط ووشه متغطي. جو بيرفع سلاحه عشان يخلص الشغلانة في ثانية كالعادة، بس المرة دي في حاجة غلط. جو حس برعشة غريبة، ايده رفضت انها تضغط على الزناد وعينه مش قادرة تصوب والنفس بتاعه اتقطع، والمشهد اتحول لرعب حقيقي لان الغطا وقع من على وش الضحية وجو اتصدم صدمة عمره. الشخص اللي قدامه هو نفسه بس وهو كبير في السن، اللي هو جو الكبير يعني، جاي من المستقبل وعلى وشه علامات تعب وسنين ندم طويلة. وجو الكبير استغل لحظة اللخبطة دي والتردد اللي شلت حركة جو الصغير وفك نفسه بلمح البصر وضرب جو الصغير وهرب في وسط الحقول. وطبعا اللي حصل ده كارثة ومصيبة سودة في عالم المافيا. مفيش خطأ أكبر من إن قاتل محترف يفشل إنه يقفل دايرته ويسمح لنسخته المستقبلية انها تهرب في الماضي. وهنا بيظهر إبر، وده مدير المافيا اللي بعتوه مخصوص من المستقبل للماضي عشان يدور الشبكة ديت ويضمن ان السلسلة ما تتقطعش. وإبر بيتحول لكتلة من الغضب الجنوني وبيصدر امر فوري لكل القتلة المحترفين والقناصة اللي موجودين في قلب المدينة انهم يدوروا على جو الكبير وجو الصغير ويصفوهم بأي تمن. وعشان يثبت لجو الصغير ان اللعب انتهى، العصابة بتقبض على صاحبه الانتيم اللي اسمه سيس، وهو برضه قاتل محترف فشل في قتل نفسه وهربت منه قبل كده. وهنا بنشوف واحدة من أرعب وأقصى قواعد السفر عبر الزمن في قلب الفيلم. العصابة بتبدأ تعذب وتطير أطراف من جسم سيس الصغير في الحاضر، وفي نفس اللحظة الحاجات دي بتختفي فجأة من جسم سيس الكبير وهو بيهرب في الشوارع، وصوابعه بتختفي وأطرافه بتتقطع لحد ما بيضطر إن هو يسلم نفسه وهو بيموت. جو الصغير بيشوف الكابوس دوت قدام عينه وبيفهم الرسالة انه لو ملقاش نفسه الكبير فورا ده هيكون مصيره. والمخرج هنا بيحطنا قدام سؤال فلسفي عميق عن المصير: لو نقدر نغير قدرنا ولا هو فعلا كل حاجة مكتوبة ومتشابكة من البداية. جو الصغير وهو بيطارد نفسه بيبدأ يدرك ان قراراته الطايشة دلوقتي هي اللي هتشكل الراجل العجوز. وبعد ما عرفنا ان جو الكبير هرب
بنسأل نفسنا سؤال، هو ليه ما اهتمش بالموت وما جاش الماضي عشان يستخبى وينجو بنفسه؟ والسر هنا ورا الحكاية اللي عاشها في 30 سنة اللي فاتوا. بعد ما جو قفل دايرته من زمان، سافر وعاش حياته بالطول والعرض، بس السنين غيرته وتجارب الحياة القاسية خلت قلبه يلين، ولقى الحب الحقيقي مع ست غيرت مسار حياته تماما وبقت مراته. لكن السعادة مش بتدوم، في لحظة واحدة ومن غير انذار مراته بتتقتل بدم بارد على ايد رجالة المافيا اللي في المستقبل. وهنا الندم والوجع اكلوا قلب جو كبير لدرجة انه قرر ياخد ريسك مرعب ويرجع للماضي، مش عشان يهرب، لا، عشان يغير مفتاح واحد صغير في الماضي ويمنع بيه كارثة كانت هتحصل من الاساس ويرجع مراته. طيب مين اللي قتل مراته؟ في المستقبل اللي جاي منه جو كبير ظهر زعيم المافيا الجديد والمرعب اسمه صانع المطر. الشخص ده قاسي جدا، وبمجرد ما مسك السلطة قرر يقفل كل دوائر القتلة المحترفين في العالم ويخلص عليهم. وصانع المطر مش مجرد مجرم عادي، ده شخص عنده قدرات خارقة ويقدر يتحكم في الأشياء ويحركها بعقله. وجو كبير معاه معلومات سرية من المستقبل بتقول إن صانع المطر دوت وهو طفل صغير سنة 2044 كان اسمه سيد، وعايش في مزرعة نائية ومعزولة مع أمه سارة. وجو كبير قرر يقتل الطفل دوت قبل ما يكبر ويتحول للوحش اللي هيدمر مستقبله ويقتل مراته. في نفس الوقت جو الصغير بيلاحق نفسه الكبير عشان ينقذ رقبته من المافيا، بس بيبدأ يلاحظ حاجات غريبة ومرعبة بتحصل لجسمه. جروح غامضة بتظهر على ايده وكدمات في وشه بتطلع من العدم، وده لان اي اذى او جرح بيحصل لجو الكبير وهو بيهرب بيظهر فورا كندبة على جسم جو الصغير في الحاضر. وهنا المخرج بيستخدم فكرة ربط الجسدين عبر الزمن بشكل عبقري عشان يورينا ان اي قرار او اذى بنعمله دلوقتي بيسيب اثر محفور في مستقبلنا حتى لو مش شايفينه. ووسط المطاردة ديت جو الصغير بيوصل بالصدفة للمزرعة البعيدة والمعزولة وسط الضباب والحقول الصفراء، المزرعة اللي عايش فيها الست الجميلة اللي اسمها سارة وابنها الصغير اللي اسمه سيد اللي هو زعيم المافيا المستقبلي. وهو مش عارف ان المزرعة ديت هي الواجهة الأخيرة لنفسه الكبيرة وان الطفل دوت هو الهدف. وجو الصغير بيلاقي نفسه جوه المزرعة ديت وبيتورط في حياة سارة وابنها سيد. وهنا في المكان المعزول دوت اللي هو بعيد عن دوشة المدينة وعفنها، جو بيعيش أيام مختلفة تماما عن حياته السابقة وسط المخدرات والقتل، وبيشوف حياة بسيطة فيها زرع وأكل بيتي وضحك واهتمام حقيقي. ومع الوقت بيبدأ يحس بمشاعر جديدة ناحية سارة، حب بريء ونضيف ما عرفوش قبل كده، وهو بيتولد جواه ترابط غريب وغريزة حماية ناحية الطفل سيد. لكن الهدوء ده وراه سر مرعب. جو الصغير بيكتشف ان الطفل سيد مش طفل طبيعي ابدا، سيد بتكون عنده قدرات ذهنية خارقة ومخفية وبتخرج عن السيطرة كل ما يزعل او يخاف. في لحظات غضبه الجاذبية بتتغير، الحاجات بتطير في الهواء والارض بتتهز، واي حد واقف قدامه ممكن يتدمر في ثانية. وسارة بتكون دايما عايشة في رعب من قدرات ابنها، بس في نفس الوقت بتحبه وبتحاول تحتويه بكل الطرق عشان ما يبقاش وحش. هنا جو الصغير بيفهم اللعبة، الطفل ده هو فعلا صانع المطر المستقبلي اللي جو كبير جاي يقتله. في المقابل جو كبير مكمل في طريقه بكل غل وعزم، الوجع والندم عموا عينيه عن اي رحمة، وبيوصل اخيرا للمزرعة وهو مجهز سلاحه، مش شايف قدامه غير وش الطفل اللي لازم يموت عشان مراته تعيش. لما جو كبير بيهجم، جو الصغير بيقف في وشه وهو بيمنعه بكل قوته، مش بس عشان يحمي الست اللي حبها، لا، عشان يحمي طفل بريء لسه ما عملش حاجة غلط في الحاضر. وهنا جو الصغير بيجيله استنارة ويفهم المعضلة الزمنية الملعونة. سد مش هيبدأ يتحول لصانع المطر القاسي والشرير إلا لو شاف أمه بتتقتل قدام عينيه. يعني جو كبير بمحاولته لقتل الطفل هو اللي هيتسبب في موت أمه، وهو اللي هيخلق الوحش اللي هو جاي من المستقبل عشان يمنعه. دايرة مفرغة ومقفولة، كل ما تحاول تصحح الماضي بعنف كل ما بتأكد حدوث الكارثة في المستقبل. والمشهد بيقفل على قمة حبس الأنفاس، وجو كبير مقرب من الطفل وأمه، وجو الصغير بيحاول يوقف نفسه، والكل مصوب سلاحه في وش التاني وسط صراخ وتوسلات من سارة، ومفيش أي مخرج منطقي، وأي طلقة هتنزل
هتدمر خط الزمن بالكامل. وفي اللحظة ديت سارة بتصرخ والطفل السيد بيخاف، وجو الصغير بيبص لنفسه الكبير وللمسدس اللي متوجه لوش الطفل، وبيفهم الحقيقة كلها. مفيش أي طريقة لمنع جو الكبير من الضغط على الزناد، ومفيش كلام هيقنعه، لأن الوجع اللي جواه من المستقبل أقوى من أي منطق. وهنا جو الصغير بياخد القرار الأقوى والأصعب في حياته، قرار بيكسر بيه الدايرة المفرغة ديت للأبد. بدل ما يوجه مسدسه لجو الكبير بيلف مسدس ويوجهه لصدره هو شخصيا، وجو الصغير بيضغط على الزناد وبيقع على الأرض في تراب المزرعة. وبموت جو الصغير في الحاضر بتتحقق القاعدة الزمنية الصارمة، إن جو الكبير بيتلاشى فورا من الوجود في نفس اللحظة كأنه سراب، لأنه ببساطة مالوش أصل عشان يكبر ويسافر عبر الزمن. وسيد بيفضل عايش هو وسارة، والأم بتاخد ابنها في حضنها وسط الحقول عشان تكبره بالحب والحنان اللي كان محتاجه. وبسبب التضحية ديت مستقبل صانع المطر المظلم بيتغير جذريا للأبد، لأن الطفل مش هيعيش الصدمة اللي كانت هتحوله لوحش. والمخرج ريان جونسون هنا بيوصلنا لأعمق نقطة في الفيلم: الإنسان هو اللي بيختار مصيره. تضحيتك بنفسك عشان تحمي حد بريء هي أعظم حاجة ممكن تعملها. جو الشاب كان ممكن يقتل سيد ويرجع لعصابته وفلوسه، لكن اختار النضج وفضل يموت عشان يدي للعالم فرصة تانية. التغيير الحقيقي بيبدأ من جواك انت، مش بتغيير الماضي بالقوة. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتسيب لنا رأيك في كومنت. وكان معاكم أبو طه، ودي صفحتي على الفيس، ما تنسوش تتابعوني.